في احتفال كبير أقيم بمقر السفارة المصرية بالعاصمة برلين، تسلمت مصر تمثال أثري من العاج تم ضبطه أثناء محاولة بيعه في أحد دور المزادات بألمانيا. يعني ده يوم هام جدا بالتأكيد في تاريخ مصر وفي تاريخ الحكومة المصرية والجهد الضخم اللي بتقوم به ممثلة في وزارة الخارجية وفي سفارة جمهورية مصر العربية في برلين لاستعادة القطع الأثرية التي خرجت من مصر بطرق غير مشروعة. الحكومة الألمانية أقرت مشروع قانون هيكون له تداعيات إيجابية للغاية على فيما يتعلق باستعادة الآثار التي خرجت من مصر ومن دول العالم بطرق غير شرعية لإعادتها إلى أرض الوطن. وكان التمثال قد اكتشفته البعثة المصرية السويسرية المشتركة في أسوان عام 2006، وتم سرقته من مخزن إليفانتاين في أسوان عام 2013 قبل أن يتم اكتشاف محاولة بيعه في ألمانيا عام 2015. إلا أن المتحف المصري ببرلين أثبت أحقية مصر في استعادة القطعة. Wo es jetzt um Rückgaben von Objekten geht, die illegal im Handel waren, haben wir uns mit den kriminaltechnischen Untersuchungen versucht einzubringen, um die Gutachten zu schreiben. حيث قامت شرطة مدينة أوبرهاوزن بضبطه والتحفظ عليه إلى حين انتهاء الإجراءات القانونية وإعادته إلى مصر. Der Hinweis kam aus Ägypten. Wir wurden angerufen bei der Polizei in Oberhausen, bekamen den Hinweis auf den Mann, der vielleicht dahinter steckt, und haben direkt am nächsten Morgen eine Aktion gestartet, eine Durchsuchung und dabei auch die Statue gefunden und sichergestellt, an die Staatsanwaltschaft übergeben und dort eben ins Strafverfahren eingebracht. ويشير المستشار السياحي المصري إلى أهمية هذا الحدث كنوع من الترويج السياحي الغير مباشر لمصر. إن أجدادنا الفراعنة هم خير سفراء لمصر حوالين العالم، وبقول إن كل قطعة آثار بتسترد لمصر وبتحظى بتغطية إعلامية دولية. وما زالت خطة الدولة باسترداد كافة الآثار المهربة للخارج مستمرة، سواء بالطرق القضائية أو القانونية أو التوافقية، وسط مطالبات بضرورة توقيع أقصى عقوبة على كل من تسول له نفسه الإتجار بتاريخ مصر. من داخل السفارة المصرية، إيمان البكري، النيل للأخبار، برلين. وما زالت خطة الدولة باسترداد كافة الآثار المصرية المهربة للخارج مستمرة، سواء بالطرق القضائية أو القانونية أو التوافقية، وسط مطالبات بضرورة توقيع أقصى عقوبة على كل من تسول له نفسه الإتجار بتاريخ مصر. من داخل السفارة المصرية، إيمان البكري، التلفزيون المصري، برلين.